جاني خبر مؤلم جدا اليوم. عنده 7 دقائق 9 دقائق، هيا نقولوا 10 دقائق من اللي جاء هذا الخبر هذا النبأ المفزع الرهيب. الله سبحانه عز وجل دائما الله في ملكه توفى. قال لك كان مريح الله سبحانه عز وجل في الجنة، مريحين هكذايا. كانوا كاع كان الرسول صلى الله عليه وسلم، أمنا عائشة صلى الله عليها وسلم، كان الملائكات، كان الشيطان، كان مش عارف هذوك تاع الشيطان هذوك نكرههم انا، هذوك مش عارف الشيطان ومش عارف واحد اخر مش عارف سموه تاع اللي يسكن في تما بجهنم، يعوذ بالله. مريحين هكذايا مايده، مريحين على بالك شغل كل صحاب مكه هكذا قعدوا على الارض هكذايا مريحين هكذا، الحريات معمره هكذا سير داير. كانوا يبردفوا على كل حال، كانوا يشربوا الخمر، كانوا يشربوا الله سبحانه عز وجل يشربوا ويدفق. أول من فسر القرآن جزائري، أول من شرح صحيح البخاري ينجهل جزائري، أول من كتب في علم القراءات الهذلي البسكري جزائري. كيف لا يذكر الله الجزائر؟ كيف لا يذكرها وهي التي منها كان نوح وأبناء نوح وجميع الأنبياء والمرسلين كانوا من أصل جزائري، لأن إبراهيم كان من هاران وهران. إذن كيف تكون الجزائر لا تذكر في؟ هل هناك شعب آخر آمن بالمسيحية واليهودية والإسلام على الأرض غير شمال أفريقيا؟ لا يوجد أي أمة. فنحن البربر هم الأبرار الذين اصطفاهم الله في القرآن والتوراة والإنجيل، فما بالك إذا كانت الجزائر البلد الذي أكرمه الله بأنبياء ومرسلين، ووعده الله في كتابه بالنصر وميراث كل الأرض، وجعل شعبه شعب الأبرار الذين فضلهم على العالمين من أبناء نوح وإبراهيم وإسحاق ويعقوب وإسماعيل وداود وسليمان عليهم وآلهم الصلاة والسلام، علما أن رسول الله عيسى عليه وأمه الصلاة والسلام كان نجارا في جيجل، ولاية جيجل كلكم تعرفون مدينة جيجل التي تحمل اسم الجيجل الجليل الأعلى حتى الآن، أي الخليج الأعلى، والذي يقابله الخليج الأسفل خليج جابس، وأن مريم المجدلية من مدينة مجدل الجزائرية، وهي رفيقة رسول الله عيسى عليه وأمه الصلاة والسلام، والتي أخرج منها الجن، وقبرها الآن موجود في فرنسا. فلو كانت فلسطينية كما كذبوا عليكم فكيف طارت من فلسطين إلى فرنسا؟ كما أن رسول الله صالح عليه وآله الصلاة والسلام جزائري من عين صالح، وهي العين التي ابتلى الله بها أهل ثمود نقول لهم الآن، ولهم مدينة لحد الآن تسمى ثمود. كما أن إبراهيم عليه وآله الصلاة والسلام عاش في وهران، في تاريخ إبراهيم الخليل هاران، وإن وادي الرها هو وادي الرحاء في وهران، وقد أشعل له النمرود البربري، يقول لكم أنه عراقي، إنه في التوراة من أصل كوشي، يعني سوداني من السود، وأشعل له النمرود البربري نارا في آزرو
المغربية. الشيخ سي حمي رحمة الله عليه جاءته رؤيا للنبي صلى الله عليه وسلم يسأله: أي البلاد أحب إليك يا رسول الله بعد مكة والمدينة؟ قال: الجزائر. ثم قال: ماذا؟ قال: الجزائر. ثم قال: ماذا؟ قال: الجزائر. أول برهان بأن مكة المكرمة في الجزائر. الجزائر فيها ولاية تسمى بسيدي بالعباس، يمر عليها واد اسمه واد مكرة، سأكتبها، انظروا جيدا. واد مكرة، ونحن نعرف بأن اسم مكة المكرمة نكتبها كهكذا. مكة المكرمة. لو حذفنا الراء سنقرأها واد مكة، واد مكة. إذا حذفنا الراء، مكة المكرمة. ماذا فعل القدماء؟ أضافوا الراء لمكة ليجعلوها مكرة، وحتى في كلمة المكرمة حذفوا الميم وجعلوها مكرة. وأنا أقولها أمام رب العالمين: حسبي الله ونعم الوكيل في الأوائل الذين حرفوا كلمة مكة إلى مكرة، وسرقوا الدين الإسلام من الجزائر وذهبوا به إلى الشرق الأوسط، وزعموا بأن القرآن نزل في تلك المنطقة. ويل لكم، أين المفر؟ فتحنا الابواب، عدنا نسمع من فلذات كبادنا. الجزائر ما فيهاش علماء، الجزائر ما فيهاش ائمه، الجزائر ما فيهاش مجاهدين، الجزائر ما فيهاش جهاد، الجزائر ما فيهاش، ما فيها هذا حتى يماك. اسمحوا لي. قال لك لا انتم ما عندكمش تاريخ يا الجاهل. هذا البلاد ما عندهاش تاريخ، هذا البلاد ما عندهاش تاريخ. هذا البلد هو الذي لقنكم دروسا في الحروب لن تنسوها أبدا. هذا البلد ولاية واحدة كانت تطعمكم وتسقيكم أيها الكفر الفجر الطغاة الجبابرة. أرانا الله فيكم أياما سوداء، بل أعواما سوداء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.